شغل نواف الشيخ فارس منصب سفير سوريا في بغداد لمدة تقارب ال4 سنوات، إلى أن قرر قبل بضعة أيام إعلان انشقاقه عن النظام. ما الذي دفعك للانشقاق والتوقف عن شغل منصبك كسفير في بغداد؟ خدمت بالنظام السوري 34 عام، وتقلبت بمواقع قيادية بالدولة كثيرة. الذي حصل بالسنة الأخيرة في سوريا وأثناء الثورة السورية المباركة، الذي حصل من مجازر ومذابح وقهر وسجن وتشريد، لا أتصور واحد يحمل حد أدنى من الضمير والقيم الإنسانية يستطيع أن يصمت. فأنا قررت بعد ما وصلت الأمور في سوريا إلى هذا الحد من التدمير والقتل وقتل الشعب البريء، قررت إنهاء علاقتي في هذا النظام. وكان فارس لفترة طويلة أحد كبار مساعدي بشار الأسد ومطلعا على أبرز تفاصيل النظام السوري. من الذي يقوم بإعطاء الأوامر في دمشق حاليا؟ النظام في سوريا نظام شمولي، ونظام طاغية، نظام طاغية، نظام دكتاتور. فالذي يؤمر هو شخص واحد هو الرئيس. وفي أول مقابلة له مع شبكة إخبارية أمريكية منذ انشقاقه، نفى فارس صحة مزاعم الحكومة السورية بأن الثوار هم إرهابيون ينتمون للقاعدة، إذ اتهم نظام الأسد بالتعاون مع تنظيم القاعدة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حين كان يقدم التسهيلات لمسلحي القاعدة في العبور للعراق من خلال سوريا. النظام بسوريا وبشار الأسد حصرا مسؤول، هو أجهزته الأمنية مسؤول عن آلاف مؤلفة من الضحايا العراقيين والتحالف وغيرهم. مسؤول لأنه هو الذي سهل، وهو الذي يسر، وهو الذي درب، وهو الذي أعطى الملاذ الآمن، وهو الذي صنع الأوكار لهم بسوريا. وأشار فارس إلى غارة عسكرية أمريكية في عام 2008 على السكرية الواقعة على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن الهجوم كان على وكر لتنظيم القاعدة يدار من قبل آصف شوكت، صهر الرئيس السوري بشار الأسد. هل رأيت آصف شوكت في ذلك الموقع؟ آصف بعد ضربة الموقع السكرية كان بعد ساعة بالموقع تماما، وكان يصير حديث بيننا وبينه، وأنا كنت مسؤول ويوضح لي هاي القضايا، وكان كثير منزعج بوقت ضربة السكرية، وكان مرتبك كثير. ويتواجد فارس حاليا في الدوحة التي رفض الخوض في تفاصيل لجوئه إليها، ورغم أن المعارضة السورية أثنت على انشقاق فارس، إلا أنهم قالوا إنهم لا يثقون بالرجل الذي انتظر 16 شهرا قبل انضمامه للثورة. ما هي الرسالة التي تود توجيهها للرئيس السوري بشار الأسد ولزملائك السابقين في النظام؟ زملائي السابقين أدعوهم للانضمام للشعب وترك هذا النظام الفاسد، وما زال في الوقت متسع للنظام لبشار. أقول له: أنت تجهل التاريخ، إرادتان لا تقهران، إرادة الله وإرادة الشعب، فاتعظ من التاريخ. تحذير واضح من رجل كان في يوم من الأيام أحد أعمدة النظام السوري.